يا اهلا بيكم في ملخص جديد من ملخصاتنا الرايقه، والمره دي مع مسلسل جديد خفيف لطيف وبنروح للطفلين جورج وهارولد، ودول البطلين بتوعنا وبيكونوا اشقياء ودايما بيعملوا مقالب في كل المدرسه، وبنشوفهم قاعدين بره المدرسه عمالين يرسموا شخصيه كرتون اللي هي اسمها كابتن اندر بانتس، وفي نص ما هم مشغولين قوي كده وعايشين حياتهم بيطب عليهم مستر كروب وده ناظر المدرسه وبيقول لهم انتوا الاتنين مطلوبين عندي في المكتب، وطبعا بيبقى متنرفز كده وعمال يتنطط وشعره عمال يطير من مكانه، وبعدها بيروح الاتنين مكتب الناظر ويقولوا له خير، ايوه عايز مننا ايه يعني، بس بيلاقوه قاعد ثابت في مكانه مش بيتحرك، لحد ما يقول جورج لصاحبه فكك منه ده شكله نام وهو قاعد وتعالى نطلع من هنا، بس بيكون صاحي عادي وما تفهمش هو ما كانش بيتكلم كل ده ليه، وبيفضل يقول لهم انا عارف ان انتوا الاتنين سبب كل المصايب اللي بتحصل في المدرسه، بس انا مش عارف امسك عليكم حاجه، وبيفضل يقول لهم على المقالب اللي بيعملوها في المدرسه والمدرسين واللي بتكون جامده الصراحه، والعيال دي دماغها متكلفه قوي في جو المقالب والنكت، وفي الاخر بيقول لهم كروب خلاص ارجعوا الفصل، بس خلي بالكم انا لو قطعت عليكم مره هتزعلوا مني جامد، وبيرجع الاتنين الفصل وهم عمالين يتريقوا على الناظر لحد ما يدخلوا الفصل وكله بيكون قاعد متنح كده ومش فاهم حاجه، ولا المدرسه اصلا شكلها فاهمه اي حاجه، وبيكون في طالب في الفصل اسمه ميلفين وده عصفورة الناظر، واللي بيقول لجورجي وهارولد انه عايز يبلغ عنهم لو شافهم بيعملوا اي حاجة علشان الناظر يحبه اكتر ويخليه ينجح. الله يا ابني انت خدت السكة الصح من صغرك وكده كده هتنجح بالطريقة دي. وبعدها بيقول الناظر اعلان في المدرسة كلها ان يوم السبت اللي هو المفروض اجازة ومحدش بيروح فيه هيكون دراسة طول اليوم والحضور اجباري، واللي مش هيجي هيزعله علشان كله يتضايق طبعا الا ميلفين اللي بيقول يا سلام عليك يا ناظر يا جامد انت يا ابو افكار فجره. وبعد ما الحصه تخلص بيطلع الاتنين من المدرسه علشان يروحوا البيت سري كده عاملينه فوق الشجر، وهناك بيكون كل رسوماتهم للكابتن اندر بانتس وكمان كل افكار المقالب بتاعتهم، يعني زي ما تقول ورشه لاكتشاف المواهب كده بس على الضيق. وبيفضل الاتنين يفتكروا لما قابلوا بعض اول مره ما تفهمش ايه المؤثر في كده، يعني دول عندهم 6-7 سنين هيكون ايه الذكريات. المهم يعني انهم اتقابلوا هما لسه اطفال في حصه وقلشوا على المدرسة اللي بتشرح الشعيب واحنا مش هنقولها، بس ومن ساعتها يا سيدي وهم اصحاب ودايما مع بعض. وبعدها بيجي يوم السبت علشان الاتنين يسخنوا بقى للاجازة، وكل واحد فيهم بيضرب البيجامة ويشغل التلفزيون لحد ما امهم بتدخل على كل واحد وتقوله ان النهارده في مدرسة والحضور اجباري، فبينزل الاتنين للمدرسة وهم مش طايقين حياتهم، وهناك بيكون كل الطلاب مش طايقين حياتهم ولا عايزين يتعلموا وداخلين كده كانهم داخلين مقبرة وبيتعمل عرض للمواهب، وبيطلع ميلفين علشان يعرض اختراعه الجديد وكله قاعد من غير اي انبهار وعايزين يناموا من كتر الملل، ولما بيشوف هارولد وجورج الكلام ده وبيقرروا انهم يعملوا شويه قلق كده فبيطلعوا المسرح من غير ما حد يشوفهم وبيفضلوا يلعبوا شويه في الاعدادات لحد ما يخلوا الاختراع يرمي مناديل على كل اللي قاعدين، وهنا كل المدرسه بتفرح وبيحسوا ان في حاجه بتتعمل غير الملل ده. وبعدها بيجري جورج وهارولد وهم فاكرين ان كروب ما شافش حاجه، بس بيفتح الباب وبينادي عليهم في اخر لحظه ويقول لهم انا عايزكم عندي في المكتب، وهناك بيوصل ميلفين اللي بيقول لهم انتوا طبعا فاكرين اني غبي ومش هعرف اعمل معاكم حاجه، بس انا عندي ليكم مفاجاه، وبيطلع اختراع جديد من اختراعاته واللي بتكون ضفدعه فيها كاميرا، وهنا بيقول لهم كروب انه اخيرا قدر يمسك عليهم حاجه علشان الكاميرا صورتهم وهم بيلعبوا في اعدادات الاختراع علشان يضرب مناديل على الطلاب، وهنا بيقول لهم انا هديكم اسوأ عقاب، احط كل واحد منكم في فصل لوحده، وده طبعا بيكون خبر مرعب للطفلين اللي مع بعض طول عمرهم. لما بيطلعوا من المدرسه ويروحوا البيت اللي فوق الشجر بيفضل كل واحد فيهم يتخيل بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي من غير التاني، وازاي الناظر الشرير عايز يعمل كل ده فيهم، لحد ما بيقول جورج خلاص انا عندي فكره حلوه، احنا نروح نسرق التسجيل اللي احنا بنبوظ فيه الاختراع، وساعتها هنقول للناظر انه لسه ما عندوش حاجه ضدنا ومش هيقدر يعاقبنا. وفعلا بيرجع الاتنين المدرسه وهم عمالين يتسحبوا مش عايزين حد يشوفهم، لحد ما بتكون ايديه ست طباخه موجوده وبتشوفهم علشان تفضل توريهم الاكل اللي عملته للناظر. لما بيروحوا وراها بيكتشفوا ان الناظر معجب بيها كده وبيكرش عليها بس مكسوف يقول، فبيقول الاتنين لبعض ان دي حاجه ممكن يستخدموها في المستقبل. وبعدها بيتصلوا بالسكرتيره علشان يشغلوها شويه، وبيدخل الاتنين مكتب كروب علشان يدوروا على الضفدع الصغير ده بس مش بيكون موجود في اي مكان، وهنا بيدخل كروب من وراهم يقول لهم شكلكم كده بتدوروا على حاجه، بيوريهم انه رابط الاختراع في رجله علشان محدش
يقدر يوصل له ابدا، ويقول لهم انا كده كده هحط كل واحد في فصل حتى لو الدنيا دي اتطبقت دلوقتي. بس بيجيب جورج اخره وبيطلع على المكتب بتاعه ويقول له بقول لك ايه، انا مش عايز ازعلك علشان انت راجل كبير، بس انت شكلك كده مش هتيجي بالذوق. وبيشاور جورج بالخاتم اللي في ايده لحد ما يلاقي انه قدر يتحكم في الناظر اللي اتحول فجأة لكابتن اندربانتس، وبقى عبيط كده وعمال يجري ويعمل حاجات غريبة. وفي نص ما هم واقفين بينط من الشباك ويفضل يجري ويشوط في الناس. وهنا بينزل الاتنين وراه بسرعة قبل ما يفضحهم وبياخدوه معاهم للبيت اللي فوق الشجرة، وهناك بيفضلوا يشوفوا ايه اللي حصل لحد ما بيكتشفوا انه اتحول للشخصية اللي هم عاملينها واخد قوتها. بس لما بيجي عليه ميه بيرجع تاني الناظر كروب، ولما يطرقع جورج صابعه بيتحول لكابتن اندربانتس المهزأ ده علشان يفضل الاتنين يحولوه من ده لده بسرعة لحد ما الراجل بيزهق ويغمى عليه خالص. وهنا بيقرر الاتنين انهم ياخدوه بيته بدل البهدلة دي، وبيفضلوا جاريينه في الشارع لحد ما يوصلوا بيته اللي بيكون شكله مرعب، ويطلعوا المفاتيح من جيبه ويفتحوا الباب وهم مرعوبين ومتأكدين ان في حاجة غلط مستنياهم جوه. بس لما بيفتح الباب بيكون بيت عادي زي اي بيت، وبيرموا كروب على السرير وبيفضلوا يدوروا على اي حاجة مفيدة في البيت علشان يكتشفوا انه راجل بائس مش لاقي اي حاجة يعملها ولا في حد بياخد باله منه، فبيسيبوه ويمشوا. وتاني يوم في المدرسة اول ما يشوفهم الناظر بيقول لهم انا فاكر ان كل واحد منكم لازم يبقى في فصل، وده قرار انا لا يمكن ارجع عنه ابدا. بس بيطرقع جورج صابه علشان يرجع الناظر لكابتن اندربانتس تاني ويقول له انت هتخيب ولا ايه، مين ده اللي يقعد في فصل لوحده؟ بس هنا بيلاقي الاطفال كلهم طالعين، وطبعا لو شافوا الناظر ضارب الاندر كده مش هيصدقوا ويشكوا ان في حاجه غلط. فبياخدوا الناظر في اوضه فاضيه وبيفضل الاتنين يفكروا ايه احسن طريقه انهم يستغلوا بيها الكابتن، بس من غير ما العيال ياخدوا بالهم لحد ما بتيجي الفكره في دماغ هارولد ويقول للكابتن احنا عايزينك تأدي دور ناظر مدرسه. وطبعا مش بيرفض لهم طلب، بيتحول بالظبط لكروب. بس المشكله انه لما بيشوف ايديس مش بيكون فاكر الاكل اللي لسه عامله له امبارح علشان تشك هي في القصه دي، بس بيفضل الكابتن يعاكسها علشان تتكسف كده وتنسى قصه هو ليه مش فاكر الاكل. وهنا بقى بيوصل واحد جديد يقول للناظر مش انتوا برضه عايزين مدرس احياء جديد؟ انا بقى جاي علشان اقدم على الوظيفه دي. وبيكون اسمه مستر بي، وبياخد الكابتن السي في بتاعه وبيفضل يعمل له انترفيو لحد ما يلاقيه مش نافع وعمره ما اشتغل مدرس قبل كده. بس بيقول له بص انت شكلك كده مش هتنفع معانا، بس انا هشغلك برضه. وبيروح بيه الفصل وبياخد معاه جورج وهارولد ويودع الناظر اللي بيفضل يلعب بمسدس ميه لحد ما يجيب ميه على نفسه ويرجع تاني الناظر كروب. وفي الفصل بيعرفهم بيه على نفسه ويقول لهم ان مهمته الاولى والاخيره انه يقضي على الضحكه في العالم علشان الضحك ده شيء مستفز، والكلام ده طبعا بيكيف ميلفين قوي وبيفضل يطبل للمدرس اللي بيعجب بيه جدا. وبيفضل جورج وهارولد يسالوه انت ليه مش بتحب الضحك، ويقولوا عليه النكت علشان يطردهم من الفصل ويوديهم مكتب الناظر اللي لما بيشوفهم بيقول مش انا بعت الاتنين دول عن بعض، امال ايه اللي حصل؟ بس هنا بيطرقع جورج صابه علشان يرجعوا كابتن تاني ومش بيعرف يعمل معاهم حاجه. وبعدها بيرجع جورج وصاحبه بيفضل الاتنين يدوروا ليه مستر بي ده مش بيحب الضحك ليه لحد ما يكتشفوا ان اسمه بوبي بانتس، وده طبعا اسم مهزأ ولو اي حد سمعه هيضحك. وبيفضحوا الاتنين وينزلوا الخبر ده في مجله المدرسه علشان يشوف مستر بي الخبر وبيتضايق جدا، وبيفضل يتخيل انه بقى اهم عالم في الدنيا وهيكسب جايزه نوبل. بس لما اللي قاعدين بيسمعوا اسمه كله بيفضل يتريق عليه وينسى خالص موضوع الجايزه. وبيرجع بقى تاني للحقيقه علشان يروح للناظر ويقول له شايف الولاد راسمين ايه وكاتبين اسمي؟ بس طبعا علشان ده الكابتن بيعجبه اول قالش ده ويقول لي مستر بس ما تضحك بقى ما تبقاش قفوش كده، وايه رايك بقى انت هتدي الكلام ده في الفصل علشان العيال دي دمها خفيف قوي. وطبعا بيطلع مستر بي وهو مش طايق نفسه وبيقرر يشوف ليه هو مش بيضحك واشمعنى في ناس معينه كده. وطبعا بياخد حبيبه ميلفين هو اللي يعمل عليه التجارب، ولما يشرح المخ بتاعه بيكتشف ان مخ ميلفين مفهوش الجزء المسؤول عن الضحك، فبيقرر انه يوصل مخ ميلفين بجهاز ويجيب الاتنين اللي بيتريقوا عليه ويوصلهم على نفس الجهاز ويشيل منهم الجزء المسؤول عن الضحك، وبكده هيقضي على التريقه عليه خالص. وفي الوقت ده بيكون جورج وهارولد قاعدين مع الكابتن وعمالين يخلوه يعمل حاجات مهزأة كده وبيقسموا عليه شويه، وبعدها بيتنظم كرنفال في المدرسه وكله بيحضروا. بيروح كمان كابتن اندربانتس معاهم وبيفضل جورج وهارولد يتريقوا عليه ومفيش حد عارف يقفشهم لحد ما بتحصل كارثه والدنيا بتشتي، وطبعا ده معناه انه هيفضل في ميه وكده الناظر هيرجع. لما بيرجع بيفضل جورج يحاول يطرقع اعصابه بس من
غير اي فايده علشان الشتاء مش راضي يقف، وبيفضل الناظر يحاول يفهم اللي حصل وهو وصل هنا ازاي. بس بيقول اكيد مفيش غير الاتنين دول جورج وهارولد، وفعلا بيتلغي الكرنفال وكل واحد بيرجع على بيته. وتاني يوم في المدرسه بيقول الناظر ان كل واحد منهم يقعد في فصل لوحده، وده فعلا اللي بيحصل. وكل واحد فيهم بيكون قاعد مش طايق حياته، حاسس انه انفصل عن صديق عمره، وبتكون المدرسه بالنسبه لهم سجن مش اكتر. وفي الوقت ده بيكون مستر بي بيحضر خطته الشريره اللي عايز يدمر بيها عقول الناس ويخليهم يوقفوا ضحك. فبيقول لميلفين مش انت عندك اختراع كده زي القاعده؟ حلو قوي، هاته وانا هوصل بيه مخك علشان نهجم على المدرسه وندمر الحس الفكاهي بتاعهم كلهم. وبيفضل يضخم الاختراع لحد ما يبقى كبير جدا، وبيجيب له وقود جديد غير البنزين، ويبقى كل حاجه جاهزه، وبيبدا فعلا يتحرك بيه ناحيه المدرسه. في الوقت ده بيشوف جورج وهارولد الجهاز داخل عليهم، فبيجروا علشان يحذروا المدرسين، بس طبعا علشان سمعتهم وحشه ودايما بيعملوا مقالب محدش بيصدقهم، وكله بيقول لهم لا احنا مش هنتحرك من هنا. وبيوصل مستر بي وهو رابط ميلفين في القعده وعمال يستخدمه لحد ما يروح له جورج وهارولد ويقولوا له خلاص احنا اسفين، انت زعلان ان اسمك بيضحك، ما احنا كمان اسمنا ممكن يبقى بيضحك. وبتكون الدنيا ماشيه حلو وخلاص كل حاجه هتتصلح ويسامحهم، بس بيغلط ويقول لهم ايه اصلا المضحك في اسمي؟ عادي بوبي بانتس. وهنا مش بيقدر الاتنين يمسكوا نفسهم من الضحك وبيقعوا على الارض علشان يتغاظ مستر بي اكتر، ويقول لهم انا هدمركم انتوا الاتنين اول ناس علشان تبقوا تستخفوا دمكم تاني. وفعلا يضربهم بالاشعه بتاعته علشان يقضي على الحس الفكاهي بتاعهم، وكده يكون دمر اكبر اتنين في المدرسه. وبعدها بيروح علشان يقضي على الباقي لحد ما يبقى مفيش حد في المدرسه بيضحك. وبعدها بيروح يقول لجورج وهارولد انه هيطلع باقي الكواكب علشان يدمر الحس الفكاهي اللي هناك. ولما يسمعوا كلمه كوكب اورانوس بيفتكروا اول نكته هما الاتنين قالوها عن الكوكب، ومن هنا بترجع لهم قوه الضحك تاني، وبيفضلوا يضحكوا بصوت عالي لحد ما الآلة تتكسر ويبقوا اقوى بكتير منها. وقتها كل الاطفال بيرجعوا يضحكوا تاني، وهنا بقى بيصحى كابتن اندر بانتس وبيروح علشان يهجم على مستر بي، وبيفضل يضرب فيه لحد ما يدمر الاختراع بتاعه خالص، وبكده بيكون انتصر عليه. بس طبعا علشان متخلف بيضرب مستر بي بشعاع التضخيم علشان يحوله لعملاق، وبيفضل بي يضرب فيهم لحد ما يقدر جورج وهارولد انهم يسرقوا منه المسدس ويرجعوه قزم تاني علشان ياخد نحله ويهرب بيها. وبعدها بيفضل كابتن اندر بانتس زي ما هو لحد ما ياخدوا جورج وهارولد للبيت بتاعهم، وبيقرروا انه حتى لو في رجوع الناظر اذى ليهم علشان كل واحد هيبقى في فصل، بس ده احسن من البهدله دي. وفعلا بيرجعوه الناظر تاني، وكل واحد منهم بيروح فصله بعد ما تعهدوا انهم يبقوا اصحاب مهما حصل. وبعدها بيرتبوا ميعاد بين الناظر وايديس علشان يتقابلوا ويبقوا قاعدين مبسوطين قوي، لحد ما تيجي كائنات غريبه كده تهجم على المكان علشان يقرر كروب انه يطلب الشيك ويخلع. بس لما بيطرقع اعصابه علشان ينادي على اللي شغال هناك بيتحول لكابتن اندر بانتس تاني، وبيروح علشان يطارد اللي جايين يهجموا على الارض، وبيروح معاه جورج وهارولد. وبس كده بيخلص المسلسل. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا، ما تبخلش لنا باللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم على خير ومع السلامه.